انقطع الأنين. فرق الدفاع المدني والإنقاذ لسه مستمرة بعملها مثل امبارح ومثل أولة امبارح، لكن الفرق اليوم اللي هو اليوم الثالث انه انقطع الأنين. صوت الأنين اللي كان عم يعطينا أمل اللي نسمعه من تحت الأنقاض، صوت نداءات الاستغاثة لأطفالنا وأهلنا اللي كنا نسمعها من تحت الأنقاض، اليوم اختفت. هي مدينة حارب، هون لحد الآن في أكثر من 500 شهيد، في أكثر من 1300 عالق تحت الأنقاض. قلنا لكم استعجلوا، قلنا لكم استعجلوا لحقونا، قلنا لكم أطفالنا تحت الركام بدنا بس تتنفس، افتحوا لنا المعبر، افتحوا لنا المعبر، خلوا آليات تدخل طالع الناس من تحت الردم. تأخرتوا. كل الشكر لمصر اللي أرسلت وفد، رغم إنه تأخر، رغم إنه جانا متأخر بس وصل. هلا نحن ايش كرنا في الآليات؟ ما عاد نقول لكم ابعتوا شيء، ما عاد بدنا شيء. خلاص الركام نحن بنشيل الركام، بنطلع شهدائنا على 100 مهلنا، خلاص انقطع النفس. أنفاس الناس اللي كانت عم تستغيث انقطعت للأسف. إلى ديان يوم الدين نمضي، وعند الله تجتمع الخصوم. ما أنا مخاصمينكم، ولكن عند رب العالمين بدنا نوقف نحن وانتو وأطفالنا اللي تحت الردم، ويقولوا له يا رب ترى ما ساعدونا. راح توقف الأم اللي سمعت صوت ابنها تحت الأنقاض وتقول له يا رب هذول تركوا ابني يموت وما ساعدوني. راح يوقف الطفل يقول له يا رب امي ماتت قدامي وما حد ساعدها. راح نوقف كلاتنا نقول له يا رب كل الدنيا خذلتنا وصارت تبعت المساعدات لأعدائنا على اسمنا. تآمروا كلياتهم علينا وتركونا نخترق تحت الأنقاض. يا رب المعبر الوحيد اللي كنا نتنفس منه سكروه، خنقونا، كتموا انفاسنا تحت الردم. لحد الان عوائلنا تحت الردم، في حارم وفي جنديرس وفي عزمارين وفي 1000 منطقة، بس للأسف ما عاد يقدر يتنفس. انقطع الأنين، انقطع الأنين للأسف.